السلام عليكم. نتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير. عارفين باللي غبرنا عليكم واحد المدة، ولا انما فقط لظروف صحية. في هذا الفيديو هذا غادي نهضروا على سلسلة التطور. شنو هي نظرية التطور وشنو كتعني؟ نبداو. ملي كنهضروا على التطور، كاين اللي كيتخيل باللي بنادم كيتطور من قبل البنادم، وكاين اللي كيتخيل بان التطور غير نظريه ماشي قانون او لا حقيقه علميه، حيت التطور ما كيفسرش اصل الحياه. قبل ما نبداو نشرحوا ونفسروا هادشي كامل، نعطيو واحد التساؤل: كيفاش كيفسر التطور بدايه الحياه؟ واخا نظريه التطور ما كتفسرش بدايه الحياه كيفاش كانت، حيت بدايه الحياه ماشي من اهتمامات نظريه التطور، ما عندوش بها علاقه مباشره. حيت لا سولتي السؤال علاش نظريه التطور ما كتفسرش نشأة الحياه، بحال الا سولتي علاش قانون بويل ما كيفسرش جاذبية الأرض. قانون بويل كيهضر على الضغط والحرارة والحجم ديال الغاز، بمعنى ما عندوش علاقة بالجاذبية. نظرية التطور عطات اقتراحات وفرضيات حول أصل الحياة في الأرض، حيث رجحت أن الأصل راجع للجزيئات العضوية الأولى اللي كانت كتاكل البقايا الكيميائية البراكين في أعماق المحيطات. ولكن على كل حال كيبقى موضوع نشأة الحياة بعيد كل البعد على نظرية التطور، حيث الهدف من هذه النظرية هو دراسة التطور ديال الحياة وكيف جات الحياة مستمرة لحد اليوم. السؤال الثاني: واش التطور مجرد نظرية؟ نجاوب عليه. بيولوجيا كلمة تطور أو لا ايفوليسيون كتعني الجينات مع مرور الوقت، الشيء اللي كيخليه التطور أكثر من مجرد نظرية، بل قانوني طبيعي كيحكم الكائنات الحية، بحيث ما يمكنش لشي واحد ينكر انتقال وتغير الجينات من الآباء والأبناء. مثلا من ناحية أخرى، بزاف الناس كيربطوا مفهوم التطور مع نظرية السلف المشترك، النظرية اللي كتقول باللي كل أشكال الحياة جات من سلف مشترك واحد، بينما نظرية السلف المشترك هي مجرد فرع من فروع مفهوم التطور. خاص كاملين نفهمو واحد الحاجة: التطور كيعطينا آليات ديال التطور، الطفرات والانتقاء الطبيعي والانحراف الجيني، هادو كاملين قريناهم في الوراثة في الثانية بكالوريا بشكل عادي بطبيعة الحال. وحنا واخدين مفهوم نظرية بشكل مغلوط، بحيث أن الأكاديمية الوطنية للعلوم ناسيونال أكاديمي أوف سيونس كتقول بلي النظرية العلمية هي شروحات موثوقة ديال جانب من جوانب العالم الطبيعي، وفيها حقائق وقوانين واستدلالات واختبارات للفرضيات المتعلقة بالنظرية. غير هو الفرق بين النظرية العلمية والقانون العلمي، كون القانون العلمي واضح وما فيهش بزاف الفرضيات ويمكن لنا نختصروها بشكل دقيق أحسن من النظرية العلمية. النظرية العلمية ما كتكونش علمية حتى كتكون متوافقة ومتناسقة مع العلم. نقص الأدلة: اللي كتستعمل شي نظرية معينة ماشي عيب في النظرية، وفي نفس الوقت هذاك اللي كيقول بلي النظرية إكس صحيحة مليون بالمية حتى هو غير كيخربق، حيت ما كاينش شي حاجة يقينية في عالم عامر بالنسبية. صحيح أنه كل ما زادت الأدلة على صحة الشيء، النظرية غيزيد اليقين ديالها بها وغتزاد المصداقية ديالها. بالنسبة للتطور، النظرية كتدعمها دلائل في مجالات الوراثة، التشريح، علم البيئة والأركيولوجيا وإلى غير ذلك. وإلا كنتي كتقول باللي التطور غلط وما كاينش، حاول انك تلاحظ هاد الادله هادو بانها لا علاقه لها بالنظريه، وحاول تتعرف على النظريه قبل ما تحكم عليها. حيت باقي اللي كتسولو كتقول ليه شنو رايك في التطور، كيجاوبك واش والديك قرود. سؤال اخر: ياك الانسان اصله قرد، علاش باقي القرود في الغابه؟ هاد السؤال هذا بالضبط كيجيني فيه الضحك بزاف نوعا ما، حيت هو السؤال المفضل ديال المعارضين التطور. دابا كاين اللي كيسمع التطور كيتصور في دماغه تصويره ديال القرود كيتطوروا من الانسان القرد او نقر الانسان، ولكن في الحقيقه التطور خدام بحال هكا. على التصويره هذه اللي غتبان لكم دابا في الشاشه، نقدر نسولكم واحد السؤال اخر، ربما عيقت بالاسئله معليش: علاش التطور حبس؟ شحال من واحد كيقول باللي التطور حبس وما يمكنش لينا نشوفوه، يعني ما غاديش نامنوا به. الناس كيقولوا هاد الهضره هادي وما عارفينش بلي التطور ما يمكنش نقسموه لجوج ماركات: التطور الصغير اللي هو ميكرو ايفوليسيون، التطور الكبير اللي هو ماكرو ايفوليسيون. واخا نتعرفوا على التطورات الصغيره. التطورات الصغيره كتوقع على مستوى الموروثات ديال شي نوع معين ديال الكائنات الحيه، بحال الفيروس، ارواح اللي كل عام كيتطور وكيولي مقاوم للدواء. مثلا التطورات الصغيره ملي كتراكم ممكن تعطينا انواع جديده، بحال الديناصورات اللي تطوروا عطاونا الدجاج والبط والنعامه. واللي كيضحك في هذا البلان هذا هو ان معارض التطور كيامنوا بالتطور
التطورات الصغيرة اللي كتوقع على مستوى الخلايا، بحيث كنلقاو بزاف ديال معارضي التطور كيقولوا بلي الانتقال الطبيعي والتهجين قادر يخلق تغيرات جينية مع مرور الوقت، بحال الدجاج الرومي ديال الميريكان ماشي هو المغرب، بسبب ظروف التهجين مختلفة في نفس البلان اللي في الحوالة بين المغرب واستراليا مثلا. دابا غادي نتعرفوا على شنو هما التطورات الكبيره. التطورات الكبيره هي اللي كتخلق الجدل بين المؤمنين بالتطور والمعارضين ديالو، بحيث ان التطورات الكبيره كتعتمد على الحفريات والحمض النووي عوض التجارب المخبريه بشكل مباشر، بحيث كيشوفوا الفرضيات اللي بغاو ياكدوهم وكيشوفوهم واش متوافقين مع الادله الماديه واش قادرين يتنبؤوا بالمستقبل. بحال مثلا نظريه التطور اللي كتقول ان اقدام السلف في البشر بان هادي 5 مليون عام، بينما هوموسبيان اللي هما حنا بان هادي 300 الف عام. هو هاديك الجمجمه اللي لقاو منطقه اليوسفيه ولاية مراكش، والفرق بين هاد الجوج ديال الاستكشافات ان هذاك الاول عنده ارتباط اكبر بالقردة العليا، من حيث ان الجينات والانسان العاقل الهوموسبيان ما نعرف واش قلتها كيف ما هي ولا لا مرتبط بشكل اقل. دابا غنشوفو شنو هي العلاقة بين استكشاف الجمجمة اليوسفية بالتطور. منين بداو الانثروبولوجيين كيحفروا في جبل ايرهود اللي كان فيه الاستكشاف، ما كانش عارفين باللي اصل النوع البشري بان تطور في شمال الغرب افريقيا، حيث انه العلماء كانوا عارفين ان الانسان العاقل بان اول مرة في شرق افريقيا قبل 190 الف عام تقريبا، ولكن التحليل المتقدمة ديال الاشخاص اللي لقاو في الجبل كتبين باللي العمر ديالهم 300 الف عام، الشيء اللي خلى العلماء يستنتجوا باللي الانتشار ديال الانسان العاقل كان في وسط افريقيا قبل ما ينتشروا في العالم كامل. والفرق بين الانسان اللي ظهر في اثيوبيا قبل 190 ألف عام وإنسان أرهوط هو في مورفولوجيا، وإنسان أرهوط هو في مورفولوجيا العظيمة وترتيب الأسنان، بحيث أن آثار التطور واضحة في جمجمة جبل أيرهوط وكتربطها بوضوح مع أصل السلاسل البشرية ديالنا. إلا كنتي وصلتي لهاد التالي ديال هاد الفيديو هذا تخليش واحد لايك وواحد كومونتير وقولنا كيفاش جاك هاد الفيديو هذا باش نقدروا نزيدو لقدام. السلام عليكم.